السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. بصوا بقى، معانا فيديو خطير النهاردة بمعنى كلمة جامد 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 جامد. والله العظيم فيديو يستحق المشاهدة، ويستحق ان انتوا تعملوا لايكات وكومنتات كتيرة كتيرة كتيرة. بصوا بقى، انا جبت لكم كده الفيديو خطوة بخطوة عشان اللي مش عارفاه تعرفوا بقى. انا نزلته كذا مرة، بقالي بالظبط السنة دي 4 سنين معاكم على السوشيال ميديا، ونزلته يجي كذا مرة، بس في الأغلبية في الموسم بتاع التين. طبعا باينة خالص ان هي مربى تين، بس خطيرة بقى بقطع وتقيلة وحاجة ولون وريحة قلب ريحة الدنيا. بصوا هنشوف بقى خطوة بخطوة هنعملها ازاي، وهيتعملوا دول قد ايه، كام كمية، واقول لكم بالظبط المقادير بالظبط. بصوا عملوا لنا الكمية دي، هما بقى ايه قد ايه؟ دول كيلو وربع من التين. كان عندي تين، انا جبت يعني كيلو، وكان عندي شوية في التلاجة، حاولت طلعت منهم ربع كيلو من التين. بصوا كان باقي البويز اهو، شلت الراس بقى طبعا ونضفتها كويس وغسلتهم غسلة كويسة جدا. ده كيلو وربع من التين، حطيت عليه حوالي نص كيلو شوية، يعني كيلو الا ربع من السكر. قولي كيلو الا ربع، ما تزوديش عن كده. هتطلع معاكي قوام وسكرة اللي انت عايزاها مظبوطة، مش حاجة مسكرة قوي اللي تجزع الناس اللي انت عارفينها. هقلب طبعا التين كده في السكر، وكده كده هيدوب لوحده. هولع بقى عليه كده النار، وهوريكم بعد بالظبط ربع ساعة هيبقى شكله عامل ازاي. بصوا طبعا السكر ساح خالص وجاب السوائل دي. التين بقى، بس يا جماعة التين مش شرط يكون ناشف، مش شرط يكون جامد، مش شرط يكون مهري قوي. يعني التينة معاكي مستوية كده هتستخدميها تبقى كويسة، ولو التين معاكي ناشف برضو هيطلع معاكي بالقوام ده. طبعا بعد ما غلي واستوي قوي سيبته حوالي بالظبط ساعة الا ربع، بالظبط ساعة الا ربع على النار. في الوقت ده خلاص هو انا يعتبر طفيت عليه، بس هديله غلوة كمان. بتعصري عصرة ليمونة، هشيل البذر طبعا ده، يا اما تحطي نص معلقة ملح ليمون. ساعات بستخدم ملح الليمون وساعات بستخدم الليمون اهو. بس هشيل البذر اهي. طبعا بتطلع مربى التين تحفه، والفراوله بتعمليها بنفس النظام. اي مربى انت عايزاه، اي حاجه، ممكن المشمش برضو تعمليه بنفس الطريقه. طبعا كل حاجه في موسمها بعملها ليكم وبنزلها لكم. استاهل بقى منكم الدعم ولا ما استاهلش؟ بجد خطيره خطيره خطيره. الكاميرا ظالمه لونها، والله لونها هي تحفه، لون الجلد الجميل ده. بصوا بالقطع تحفه بجد، تقعد معاكي في التلاجة لأطول فترة ممكنة. بس انت خليها تغلي كده، شايفينها من الجناب. حاولت اسيب الكاميرا مفتوحة عشان تشوفوها، وايدك فيها عشان ما تلسعش منك، وتعمل طبقة تحت يعني. فانت ايدك فيها على طول. بصوا انا كل شوية اوريها لكم. خطيرة 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 بجد، تستاهل بقكم. طبعا من كيلو وربع تين عملنا الكميه اللي هتشوفوها دلوقتي. هفضيها دلوقتي ببطرمانات تكون مغسوله متعقمه تعقيمه كويسه بميه سخنه كده، وتنشفيها على قد ما تقدري وتعبيهم. وبألف هنا وشفا لكل اللي ايه هيعمل بالطريقه دي. بالطريقه دي خطيره وسهله جدا، في غمضه عين تعملي احلى مربى تين ممكن. يعني اقول لك ايه، فطور غدا بقى طبعا الدروس بدأت، كل سنه وانتم طيبين. الدروس بدأت، والفطار بقى الصبح اعملي بقى في سندوتشات كده لولادك. خطيره ومغذيه ومفيده جدا. بصوا شايفين القطع خطيره خطيره. وبعدين نسيت اقول لكم، قطعوا التينه 4 قطع، يعني قطعيها 4، قطعها نصين. لو لقيتيها صغيره نصين، لو لقيتيها كبيره قطعها 4 قطع. بجد خطيره خطيره خطيره. وحطي عليها السكر وسيبيها راحتها خالص. لما تستوي على النار تجيبي السوائل بتاعتها وتنشف خالص وتبقى بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. ادعولي بقى، يعني الاضاءات زيادة عندي تشوف الحاجة على طبيعتها. بجد خطيرة تستاهل بقكم. اتمنى ان انتوا تدعموني باللايكات الجامدة بتاعتكم والكومنتات الحلوة اللي ما عندش بشوفها. طبعا من ده من قلة فيديوهاتي. طبعا قلة التفاعل بتاعتكم قلت. ان شاء الله هنزل لكم فيديوهات كتير، وما عندش برضو بغيب عليكم زي الاول. يلا بقى نختم الفيديو بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله.